ميزانية شهرية ب2000 جنيه لتلات أفراد. مطلوب مني إن أنا أعمل ميزانية بيت كاملة ب2000 جنيه لتلات أفراد شاملة كل خزين البيت، عشان نعرف نوفر صح من مصروف البيت ونخلي المصروف يكفي لغاية آخر الشهر، والميزانية كمان تكون معانا مظبوطة 100%. لازم نمشي على 3 خطوات أساسية. ال3 خطوات الأساسيين معانا واللي أنا بقولهم في كل فيديو عشان ربما يكون أول مرة حد يسمعني. هما 3 خطوات لو عملتيهم تضمني ان الميزانية بتاعتك تكفيكي لغاية اخر يوم. رقم 1: الصدقة. الصدقة لو طلعتي ان شاء الله حتى لو جنيه، ربنا بيبارك لك في الميزانية بتاعتك في مصروف البيت. صدقيني وعن تجربة بتلاقي كده في بركة في بيتك، يعني سبحان الله فظيعة. بتلاقي ان ربنا سترك لغاية اخر الشهر. رقم 2: تعملي جرد لكل محتويات البيت عندك، سواء تلاجة، سواء للتربو، سواء لكل حاجة، حتى المنظفات. لو حتى معلقة بهارات اكتبيها عشان تعرفي انتي محتاجة ايه ومش محتاجة ايه. رقم 3: بتعملي خطة لنفسك هتمشي عليها خلال الشهر، او بمعنى اصح نعمل منيو. طب يا سمر انا مش هقدر اعمل منيو وما عنديش افكار ل30 يوم، وفي نفس الوقت عايزة اعمل ميزانية تكون معايا مظبوطة 100%. يبقى هتعملي لنفسك خطة. يعني ايه؟ يعني هتكوني مثلا مرتبة مع نفسك انا عايزة هعمل مثلا 8 ايام مكرونة في الشهر. تمام. المكرونة بتوفر معايا كتير، ممكن اعمل مكرونة بطاطس محمرة، ممكن اعمل مكرونة وسلطة، مكرونة وبيض. فبتمشي معايا الشهر. تمام. مش لازم اعمل جنبها لا كبدة ولا لحوم خالص. ممكن امشي بيها معايا الدنيا. ادي كده 4 ايام عدوا. سوري، 8 ايام عدوا من الشهر. هعمل 4 ايام سمك. ادي كده 12 يوم عدوا من الشهر. هعمل مثلا 4 ايام هطبخ فيهم. تمام. ادي كده كام؟ ادي كده 16 يوم. لا ده انا هخلي الطبيخ يقعد معايا على يومين، يبقى كده عديت 20 يوم. هعمل مثلا يومين كشري. ادي كده 22 يوم. فاهمه قصدي ايه؟ انت اللي بترتبي امورك، امشي بخطه كده تمام لنفسك، هتلاقي الميزانيه معاكي مشيت وبقت معاكي الدنيا تمام. طب تعالوا بقى كده نبدا مع بعض في الميزانيه بتاعتنا، بس قبل اي حاجه لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. وطبعا لو لسه جديده في القناه شايفه ان القناه مفيده بالنسبه لك، تبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا لاخواتي وحبايبي ما تنسوش طبعا باللايك بتاع الحلو بتاعكم والتعليقات الجميله عشان ده اللي بترفع القناه. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عملت لك ميزانيه بسيطه جدا، والميزانيه دي مستحبه لو انت اول مره تعملي ميزانيه. معاكي 2000 جنيه، هتقسمي ال2000 جنيه لجزئين. اول حاجه انت قلتي عندك تموين لفردين، يعني عندك ازازتين سكر سوري، ازازتين زيت، عندك كيسين سكر، وعندك يا كيس مكرونه يا كيس شعريه. انا بجيب التموين بتاعي فردين كده. طيب كده التموين احنا خلصنا منه. تمام. طب بند السكر بند الزيت يعني التموين ريحني منه. هبدا بقى ان انا اقسم ال2000 جنيه بتاعتي لجزئين، جزء شهري وجزء اسبوعي. ليه يا سمر؟ عشان لو انت اول مره تعملي ميزانيه فانت مش هتعرفي تتحكمي في مشترياتك صح، غير لو انت مثلا كل شهر بتعملي نفسك الميزانيه وتبقي عارفه انت بتستهلكي قد ايه رز في الشهر، بتستهلكي قد ايه مكرونه، بتستهلكي مثلا قد ايه زيت، قد ايه سكر، فبتبقى عارفه تمشي امورك. ونصيحه مني كمان رابعه، انك انت طول الشهر تكتبي انا النهارده اخدت مثلا كيلو رز هكتب، النهارده اخدت مثلا ربع مكرونه هكتب. ليه يا سمر؟ هتعملي لنفسك ورقه او كراسه تكتبي فيها طلباتك اللي انت كل يوم بتستهلكيها كل يوم بتستهلكيها. هتيجي اخر الشهر هتبقى عارفه الكميه اللي انت بتستخدميها قد ايه من الرز، من المكرونه، من السكر، من الزيت، من السمنه. فبالتالي هتعرفي ان انت تظبطي الميزانيه بتاعتك اكتر. كمان انت هتيجي اخر الشهر، لا انا صرفت مثلا في البند ده اكتر، لا ممكن اقلل مثلا البند ده شويه، ممكن ازود البند ده شويه. فبالتالي بتقدري تتحكمي في مشترياتك اكتر. تمام. يبقى خلي الورقه والقلم دول اصدقائك اللي ماشيين معاكي خطوه بخطوه، هتعرفي يعني منها تدبري امورك. معلش انا بقالي مده ما صورتش فمش عارفه اتكلم وبتكلم بسرعه، خايفه ان ياسين يصحى. طيب معانا 2000 جنيه زي ما اتفقنا، 1000 جنيه شهريه و1000 جنيه هنقسمهم لاسابيع. طيب ال1000 جنيه الشهريه هنجيب منهم ايه؟ ممكن اجيب كيس السكر اللي هو الحر، تمام، ابو 27 جنيه، واضيفه للتموين يبقى انا عندي 3 اكياس سكر. لو انا حابه اعمل حلويات يبقى انا معايا سكر اضافي، حبيت اعمل عصاير يبقى معايا تمام سكر اضافي. مش محتاجه السكر ده وكفايه عليكي الكيسين، يبقى حق السكر ده ممكن تجيبي بيه حاجات ايه تانية. هنجيب مثلا مبدئيا 4 كيلو رز ب 100 جنيه، يعني لو كيلو عندك ب 25 جنيه. ما عندكيش الكيلو ب 25 جنيه حاولي تدوري على حد يكون عامل عروض. هنجيب ب 50 جنيه مكرونه، انا عندي مكرونه سايبه ب 20 جنيه، يعني ممكن تجيب لك حوالي 2 كيلو ونص مكرونه.
هنجيب ب50 جنيه بقوليات فول على عدس على مثلا فاصوليا لوبيا، حسب ما انت حابه وحسب اللي ناقص عندك في البيت وحسب اللي انت بتستخدميه. ممكن تجيبيه من كل حاجه تمن، مش لازم ربع. هنجيب نص كيلو سمنه سايبه ب40 جنيه، الكيلو ب80 جنيه. ازازه خل اللي هو النوع نكون نضيف شويه في حدود ال12 جنيه. ليه خلي نضيف؟ عشان تكمل معاك الشهر ومتستهلكيش منها ياما. ب50 جنيه عطاره اللي ناقصه عندك والضروريه. ب50 جنيه ربع كيلو شاي. 2 كيلو دقيق ب32 جنيه لو الكيلو عندك ب16 جنيه. صرفنا كام؟ صرفنا 411. طب انا عملت جرد، انا عندي مكرونه، عندي رز، عندي مثلا سكر، عندي هبدا ان انا اغير المشتريات ديت حسب المتاح عندي، او حسب سوري اللي ناقص عندي في البيت، او انا محتاجاه في الخطه بتاعت الشهر بتاعتي. تمام؟ فانا بديكي افكار بس، لكن انت تقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزه. يعني بمعنى اصح انا معاكي 411 جنيه تحطيهم لبند الخزين. هنيجي بند الخضار الاساسي، هنجيب ب20 جنيه طماطم. الطماطم من 4 جنيه ل 6 جنيه ونص. فانت حاولي تجيبي الطماطم حسب ما انت عايزه. لو لقيتي مثلا ام 4 جنيه عندك حلوه هاتيها، لقيتي ام 5 هي اللي حلوه اوكي. حسب ما انت حابه هتشتري ب20 جنيه طماطم. ب20 جنيه بطاطس. البطاطس بادئه من الكيلو وربع ب10 اللي هي البليه الصغيره، تمام، واللي هي مش بتاعه الطبيخ، لغايه 12 جنيه و13 جنيه. فانت حاولي برضو توسطني امورك. تمام؟ ممكن نجيب كيلو مثلا من 12 جنيه، ونجيب مثلا كيلو تاني من هو اللي هو بتاع السليق اللي هي الصغيره ب 8 جنيه. يبقى كده جبنا 2 كيلو بطاطس. ممكن اجيب ام 10، فانت براحتك. هنجيب ب5 جنيه ليمون، يعني ربع كيلو ليمون. ب10 جنيه فلفل، كيلو الفلفل ب10 جنيه. فممكن نجيب كيلو فلفل مثلا يعني حامي على بارد، على الفلفل اللي هو الرومي او الكوبي. تمام؟ اشكل كيلو. وب10 جنيه بتنجان، من كيلو بتنجان لكيلو وربع بتنجان ب10. صرفني كام؟ صرفت 65 جنيه. طيب دي خضار كده اساسي انا مخليها عندي في البيت. هجيب بقى هنا اللحوم. هصرف كام؟ هجيب مثلا كيلو لحمه ب 250 جنيه. ممكن اجيبها لحمه مكعبات، ممكن اجيبها لحمه مفرومه واطلع منها وجبات كتيره. طب الاحسن ايه يا سمر؟ لا، هاتي لحمه مفرومه وطلعي منها وجبات كتيره. قسميها كده على 5 اكلات، على 6 اكلات، حسب ما انت عايزه. زوديها بالبرغل، زوديها بفول صويا، زوديها ببطاطس، زوديها بافكار كتير قوي موجوده على اليوتيوب. تمام؟ تقدري تعملي منها برجر، تعملي منها مثلا كفته، تعملي منها مع لحمه معصجه. تقدري تعملي منها اللي انت عايزه تعمليه. عايزه اقولك ان احنا 4 افراد، والظروف معايا الشهر ما كانتش تسمح قوي. انا جايبه نص كيلو لحمه، عملت منه 4 وجبات. يعني 8 كيلو لحمه عملت مثلا منه كرنبيط باللحمه المفرومه، عصقتها وحطيتها في الكرنبيط. كان بيديها طعم حلو ومش باينه ان هي كميتها قليله. ممكن ب8 كيلو لحمه تانية اجيب كوسه واقورها واشيل القلب بتاعها، افرمها واحطها على اللحمه المعصجه، وابدا احشي بيها كوسه تاني، واعمل صينيه كوسه باللحمه المفرومه. فالافكار بتاعت التوفير كتيره جدا. وجربي وشوفي الوصفه بعينك، وشوفي الوصفه دي حسيها كده، هل هيبقى طعمها حلو اعملها، هل هتبقى طعمها مش وحش يبقى اجرب مثلا في كميه قليله لغايه ما الدنيا تظبط معاكي. طيب هنجيب فراخ ب 274 جنيه. ممكن اجيب فرخه كامله، تمام، واقسمها على 8. اخد مثلا 6 قطع، تمام، تبقى معايا اكلتين. والقطعتين التانيين اعمل بيهم مثلا ناجتس، تمام، وتكفيني مثلا مره او مرتين تانيين. يبقى انا عملت مثلا 5 اكلات من الفرخه، او مثلا سوري 4 اكلات من الفرخه. ممكن الجناحين بالرقبه بالكبده والقوانص اعمل بيها اكله تانيه. يبقى انا عملت سوري كمان ادي كده اكلتين واكلتين 4. على كده عملت 5 اكلات من الفرخه. ممكن ما اجيبش فرخه كامله واجيب نص كيلو بانيه، على كيلو اجنحه، على مثلا كبد وقوانص. او اجيب مثلا كيلو بانيه مثلا لو ب 180 جنيه، واجيب كيلو اجنحه، واجيب مثلا بالباقي مثلا كبد قوانص، او ازود في الاجنحه شويه واعمل منها اكلتين. تمام؟ يبقى انا وسطنت برضو اموري. طب البانيه ممكن نعمل بيه ايه؟ ممكن اخد نص كيلو حوالي صدر كامل، تمام، مخلي من العظم، وافرمه مع شويه بطاطس. عملته قبل كده معاكم في القناه، واعمل منه مثلا ناجتس يطلع معاكي من 36 ل 40 قطعه ناجتس. وتبداي تقسميها انت في اطباق او في اكياس حسب ما تحتاجي. هتطلعي مع شويه مكرونه بقت اكله زي الفل. ممكن اعمل منها كفته رز. ممكن اعمل مثلا اجيب من الصدر ده اخد منه جزء اعمل منه كفته رز، وجزء تاني اعمل منه ناجتس، تمام، وجزء تاني اعمل منه ستريبس من صدر فرخه واحده بس. سمر لو في صدر كبير ممكن اعمل كده. ممكن اخد حته صغيره جدا واعمل بيها كفته رز، بتبقى طعمها حلو جدا.
واخد جزء برده صغير تاني مع بطاطسايه اعمل منه مثلا ناجتس يكفيني مثلا اكله تمام واحده، واخد مثلا جزء تاني اقطعه مثلا على 3 شرايح او 4 شرايح او 6 شرايح كده صغيرين واعمل منه ستريبس. فالدنيا بتمشي معاكي لو انت حابه، يعني انت بعينك كده هتشوفي الصدر ده هيكفي معاكي اكله ولا اكلتين، ولا اعمله كله ناجتس ولا اعمله كله كفته، هيكون معاكي اوفر. تمام، فالافكار دي هتوفر معاكي. طيب هنيجي المصروف الاسبوعي، حطينا 200 جنيه كل اسبوع، يعني كده انا معايا ال 1000 جنيه قسمتها على 5، كل اسبوع 200 هيبقى معايا 200 جنيه احتياطي. والله لقيت الاسبوع الاخراني تمام فاضل 3 ايام، يعني ساعات بيبقى معايا الشهر 31 يوم، فلو قسمناها على 4 اسابيع انا كده 28 يوم، يبقى كده في يومين تمام، ولو الشهر 31 يبقى في 3 ايام كمان زياده، فال3 ايام زياده دول انا معايا 200 جنيه احتياطي. لو انا ما عرفتش ادبر اموري ممكن اخد من 200 جنيه دول. طيب ممكن ال 200 جنيه دول مثلا لو جالي حد على ضيف على سهوه امشي بيه اموري، ممكن ال 200 جنيه دول اخر الشهر الاقي الدنيا معايا مش مظبطه، ابدا اجيب بهم حاجات تانية، فلازم نخلي فلوس كده على جنب احتياطي لاي ظرف. طيب ال 200 جنيه الاسبوعيه دي هنعمل بيها ايه؟ هتبقى خضار سمك فطار منظفات. طيب هنيجي الاول اسبوع اللي احنا جبنا فيه الخزين ده كله، انا عندي رز، عندي مكرونه، عندي مثلا سمنه، عندي عطاره تمام، وجايبه طماطم، جايبه بطاطس، جايبه ليمون تمام، وعندي لحمه مفرومه او لحمه مكعبات، وعندي فراخ. يبقى اصبح بند الخضار ده مش هستخدمه، وبند السمك ده ممكن ما اجيبش واستغل دول، مره مثلا اعمل لحمه ومره اعمل حاجه من وجبات الفراخ، او ممكن اعمل مره حاجه حاجه واحده بس في الاسبوع. يبقى البندين دول معايا مش هيكون معايا في اول اسبوع. هاجي البند الفطار، لو انا جبت هنا فول ودمسته في بند بقوليات تمام، يبقى انا مثلا عايزه بيض، عايزه جبنه، عايزه الحاجات دي. وبند المنظفات هجيب منظفات سايبه، ممكن اخلي بقى ال 200 جنيه لبند الفطار والمنظفات اجيب بيهم حاجات. هاجي الاسبوع اللي بعده هلاقي بند الفطار عندي منه حاجات وبند المنظفات عندي منه حاجات، يبقى هلجأ لبند الخضار وبند السمك تمام. ممكن لا مش عايزه سمك برضو تاني، همشي نفسي بالحاجات ديت شويه، يبقى اجيب مكان السمك حاجات تنفع لخزين البيت. يبقى الدنيا هتمشي معاكي كده، اسبوع هيشيل اسبوع، لو انت عملتي خطه لنفسك مظبوطه. فانت حاولي ان انت ترتبي افكارك كده، هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي تمام. هتتعبي شويه اول شهر لغايه ما تظبطيها، هتلاقي تاني شهر الدنيا متظبطه معاكي، الشهر اللي بعديه خلاص انت عارفه هتجيبي ايه والكميه اللي هتكفي معاكي قد ايه. طيب سمر انا ممكن اجيب هنا نص مثلا بانيه ب 80 جنيه واجيب كيلو مثلا اجنحه ب 60، ادي كده 140 جنيه تمام. و هيكفي معانا هنا فلوس اجيب سمك، ممكن اجيب مثلا سمك تمام واوفر، فاهمه، في بند السمك دوت مثلا اسبوع ولا حاجه. وممكن اعمل مثلا وجبه واحده فيها لحوم كل اسبوع، يا فراخ يا لحمه يا سمك، بحيث ان انا اوفر في بند تاني. لو لقيتي نفسك عملتي كده وعرفتي تدبري نفسك في الشهر الاولاني، هتطلعي من الشهر ده عندك شويه خزين عندك في البيت تمام ينفعوكي في الشهر اللي بعديه. فزي ما قلت لك كده حاولي ان انت تدبري امورك، وال 200 جنيه اللي انا قلت لك عليهم هيكون معاكي احتياطي، لو ما صرفتهمش خلال الشهر ده تمام خليهم الشهر اللي بعديه، يبقى انت عارفه ان انت هتزودي بيه بند الخزين، بدل ما هيكون معاكي 411 لا هيكون معاكي 611 تمام. فاصبح هيكون عندك حاجات تانية، هتيجي الشهر اللي بعديه ممكن توفري حاجه تانية. فهي بس هتظبط معاكي، بس اول شهر كده هتكون تعباكي شويه، وبعد كده هتمشي معاكي واحده واحده. ال 200 جنيه ازاي هيكفوني فطار وهيكفوني منظفات؟ قلنا منظفات هنجيبها سايبه تمام، وهبدا اكتب الحاجات اللي انا عايزاها، وفي حاجات هقدر استغنى عنها، ممكن اعمل ملمع ازاز في البيت، اعمل ملمع خشب في البيت، وفي وصفتين عندك على القناه يخليكوا تعملي ملمع الازاز وملمع الخشب من غير ما تجيبي حاجات غاليه تمام. وممكن كمان نلاقي في السوق حاجات تانية ارخص بكتير. طيب ممكن نجيب بس رابسو تمام، نجيب صابون، نجيب صابون سايب، نجيب كلور سايب، نجيب كلور الوان سايب، نجيب عجينه صابون، نجيب صابونه وش. فالحاجات دي ممكن تخش لها في حوالي 50 60 جنيه 100 جنيه لو هتقعد معايا اكتر من اسبوع، مثلا تقعد معايا اسبوعين او اكتر تمام. كل حاجه سايبه، وهنجيب من كل حاجه انصص او كيلوات. في بند الفطار بقى ممكن اجيب ممكن اجيب نص كرتونه بيض الاسبوع ده مع علبه جبنه تمام، وامشي بيها حالي مع شويه فول. لو انت مثلا جوزك بيطلع الشغل وانت مثلا انت وابنك او انت وبنتك، ممكن هنقضيها سندوتشات تمام. انا ساعات بعمل كده عشان اوفر في بند الفطار، النهارده هنعمل سندوتشات فول، والاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا، يعني انت تحضري فطار وتقعدي
تفطري، ممكن النهارده هنعمل مثلا سندوتشات بطاطس، النهارده هنعمل مثلا سندوتشات جبنه. فاهمه قصدي ايه؟ الدنيا هتمشي معاكي. طب جبتي نص كرتونه بيض الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعديه ما هيبقى عندك بيض، يعني مش هنستهلك ايه نص كرتونه البيض كلها في الاسبوع. تمام. حاجه الاسبوع اللي بعده ممكن ازود جبن. تمام. اجيب فول وادمسه لو انا مثلا ما جبتش فيه الايه في البقوليات. فانتي الخطه اللي بترسميها في دماغك هي دي، لما بتيجي تطبقيها بتلاقي الدنيا مشيت معاكي تمام ومشيت معاكي صح. يا رب الميزانيه تكون معاكم مظبوطه، ويا رب تكون الدنيا معاكم تمام. وانا بعتذرلك ان انا اتاخرت عليكي في الميزانيه، وكمان معلش اعذروني الميزانيه دي مش عارفه اظبط فيها اسعار جامد، لان بقالي كتير ما نزلتش اشتريت حاجه. فاول ما ابدا بس اظبط دنيتي كده واعرف الاسعار ماشيه ازاي، واخد كده فكره كده على الفيسبوك على فتح الله وبيت الجمله والاسعار فيها عامله ازاي، هرجع تاني اعمل لكم ميزانيات تكون حلوه قوي. واستنوني ان شاء الله في ميزانيات حلوه جايه، هيكون معانا ميزانيات اسبوعيه وميزانيات يوميه. الفتره اللي جايه هشتغل فيها ميزانيات اكتر من هشتغل فيها روتينات وهشتغل فيها وصفات. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.